تعالى بينا نتكلم ونتوقع على مباريات الساتردي نايت مين ايفنت، ونشوف هل سامي زين هيخون سي ام بانك ولا في عضو جديد هينضم لسيس فريكر رولينز وبرون بريكر وبول هيم. وهنشوف كمان المباراه الاسطوريه التاريخيه بتاعت جون سينا وارتروز. تعالوا بينا كده بسرعه كده نخش على الفيديو. Welcome to New Era. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، عاوزين كده نوصل 2000 مشترك في أسرع وقت إن شاء الله. وتعالى بينا نخش على أول مباراة معانا، وهي مباراة التاريخية ارتروس وجون سينا. لا تصدقوا المباراة صعبة، أنا مش عارف المباراة صعبة بصراحة. يعني تفتكروا يا جماعة ممكن جون سينا يعملها يفوز على ارتروس في ساتردي نايت مين ايفنت، ولا تفتكروا جون سينا هيكمل باللقب؟ مش عارف، حاجة صعبة جد. يعني انا دلوقتي قعدت قبل الفيديو افكرش غير في المباراه دي بجد. انا مش عارف دلوقتي هل ارتروس هيكسب جون سينا ولا ايه، انا مش عارف صراحه. حاجه صعبه صراحه يعني، وعشان كده انا يعني قعدت افكر كتير 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 جدا. يعني مش عاوز احلف والله، يعني مش عايز احلف والله ما عاوز احلف. مش تعرفوش قد ايه انا فكرت في المباراه دي، ولقيت ان فعلا ممكن جون سينا هو اللي يكسب بصراحه. والله يعني مش عارف، انا مباراه يعني جامد. طيب ده غير ان احنا ممكن نشوف يعني مباراه يعني على راي مستر راسلينج على سرعه مش 4 اكس، مش عارف هنشوف على سرعه كام دي. ده عايزها 6 اكس كمان مش 4 اكس. والله الحوار صعب والله، ولا عارفين. جون سينا يلا. تعال نشوف المباراة اللي بعدها بقى. واحد عنده 90 سنة والتاني في الستينات. تعال بقى نخش على المباراة اللي بعدها، مباراة أسطورية برضه. مش عارف في ايه في العرض ده. لوجان بول والمين ايفنت التاريخي ذا وورد هيفي ويت شامبيون. المين ايفنت جي اوسو. يعني هقول ايه اكتر من كده؟ يعني كفايه ان هو مين ايفنت ضد لوجان بول. انا بكل قلبي والله بتمناها ان لوجان بول يكسب والله. ويروح يلعب يعمل عداوه مع جونتر ولا حاجه. بتمنى، بس اعتقد ان جي اوس هيكسب. مش اعتقاد، ده اكيد يعني. وهيروح يقابل جونتر وما نشوف بقى اللي هيحصل بقى. بس يعني انا متوقع اداء كويس من لوجان بول يعني. اما جي اوس ده فهو ملوش في المصارعه اساسا يعني. الفيديو بيخلص. نخش على المباراه اللي بعدها. خش بقى على مباراة درو ماكنتاير وديمين بريست. بصراحة المباراة دي هي كويسة يعني، ده حاجة من الحاجات الكويسة في العرض ده، يعني من القليات الكويسة في العرض ده. المباراة دي حلوة جدا، ويعني انا متحمس لها من شوية في الاداء. المباراة بتاعت مباراة قفص هيكون فيها دموية كتير. اعتقد انها هتشبه مباراة سي ام بانك ودرو ماكنتاير، وهتبقى كده يعني ايه فيها حاجه حلوه. يعني انا حاسس ان هي تبقى تطلع منها حاجه حلوه ان شاء الله. والمره دي ممكن ديمين بيرست هو اللي يكسب، لكن انا اتمنى درو ماكنتاير. لكن انا باعتقادي ديمين بيرست هيكسب، وهيعملوا عداوه كمان ما بينهم عشان يعملوا مباراه فيصليه. لان انا لازم يبضونوا علينا كلنا. مش عارف ايه درو ماكنتاير وديمين بيرست مش لاقي لهم عداوات يا عم بخه. الله يخليك والله. طيب خلاص كده. تعال نخش بقى على المباراة اللي بعدين، مباراة الأهم في العرض تقريبا يعني. سيس فريكر رولينز وبرون بريكر ضد سي ام بانك وسامي زين. يعني المباراة دي فيها كام سيناريو كده محتمل، وكلها بتؤدي الى خسارة سي ام بانك. السيناريو الاول اللي منتشر جدا يعني ما بين المواقع والكلام ده كله، ان سامي زين هيخون سي ام بانك وهينضم لسيس رولينز وبرون بريكر زي بلان بي والريفولوشن زمان والكلام ده يعني. وان الدنيا بتتكرر وكل حاجه بترجع تاني يعني، او حد جديد ينضم لسيس فريكر رولينز وبرون بريكر. وفي ناس يعني مرشحة، يعني حوالي 4-6 كده مرشحين، منهم كده اوستن سيري او مثلا كاراميلو هايز او غيره. يعني في كتير مرشحين يعني، وكتير مناسبين ان هم يكونوا مع سيس فريكر رونز وبرون بريكر يعني. لكن انا بصراحة بتمنى ان سامي زين هو اللي يتحول للشخصية الهيل. سامي زين هيبقى جامد جدا في شخصية الهيل، تحسه هيبقى كده يعني حاجة مالية مركزه جدا يعني بصراحة. وغير ان هو ما عادش اللي هو قوي في الفيس دي يعني. بس اتمنى فعلا ان هو يعني يتحول هيل، ومش مهم يعني يقلب على سيم بانك. يعني عادي سيم بانك مننا وعلينا، وممكن يظهر له رومان كده ويساعده والكلام ده. وطبعا رومان رينز مستحيل يظهر في الساتردي نايت مين ايفنت دي يعني. لا اتخيلها ابدا، مستحيل يعني. هو اظهر لنا كده بعد ريسل على طول، بس ده كانت حاجه من الخيال يعني، من العروض الخياليه اللي عمرنا ما شفناها مع بخ غير مره واحده بس، فما تتوقعهاش تاني.
لكن سواء سي ام بانك اتغدر بيه او لا، او انضم كاراميلو هايز، او انضم استر سير، او انضم اي حد من الروستر كله بتاع الاتحاد، ففي كلتا الحالات سي ام بانك هيخسر. وبس كده الفيديو خلص يعني تقريبا. يعني مش عارف يعني العرض ده ايه لازمته، واحنا ليه عاملين عليه توقعات يعني مش محتاج يعني، بس اهو لازم نكون مع الجمهور واحده واحده كده ونحس زي ما هم بيحسين كده. انا والله ساعات كتير بفكر ان انا ابعد عن العروض الاسبوعيه دي يعني يا دوبك العروض الشهريه على قدي وخلاص، ونخش في قصص وحاجات زي زمان وبتاع. بالمناسبه انا بجهز لكم قصه جامده جدا، وان شاء الله القصه تعجبكم. انا شغال عليها كده بس، لكن انا مش عاوز استعجل عليها، بس عشان تطلع باحسن شكل ممكن وباعلى جوده ممكنه اقدر اقدمها لكم ان شاء الله. ومحضر لكم يعني مش دي بس، يعني ده في كومه كده انا محضرها كده يعني ايه، مأجلها بقالي فتره كده، لكن انا بدأت في تنفيذها يعني. لكن عندي مش شويه مشاكل بس في المايك والكلام ده دلوقتي، فمع الوقت هتلاقي كل حاجه بتتحل ان شاء الله، وقصص جديده وحاجات كتير جدا هتعجبكم ان شاء الله. استنوا الفيديوهات الجايه كلها تبقى جامده. انا محضر اصلا الصور المصغره بتاعت الفيديوهات دي اصلا يعني، وابقى احاول انام بلمح فيها كده على المنتدى كده شويه كده. فالصبر الصبر وهتشوفوا معايا حاجه تقيله. وسيبك من العرض ده، احنا بنتكلم وخلاص عادي. العرض ده اصلا يعني صباح الفل منه يعني. مش عارف اصلا اشوفه على انهي قناه بتاعت يوتيوب دلوقتي يعني. انا بيدوخونا والله يعني شويه في اليوتيوب العادي ولا الانجليزي ولا الامريكي ولا الاسباني ولا. لكن العرض ده يتعرض يعني مجاني على اليوتيوب عادي، ما نشوف بقى وقتها يتعرض امتى يعني. انا حتى لسه ما اعرفش والله لحد دلوقتي هيتعرض الساعة كام، بس هو تقريبا هيتعرض الساعة 3 او 2 يعني. الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتنزل تقول لي تحت في التعليقات هل سامي زين هيخون سي ام بانك، وبتتمنى حاجة زي دي ولا لا. وبس كده، احلى سلام.